اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي فترة ما صورتش فيديوهات، معلش على التأخير. شكرا لكل الناس اللي سألت عليا وبعتت لي رسائل على الماسنجر والواتس. انا ما عدتش في مصر يا جماعة، انا سافرت، فمعلش اعذروني. النت اليومين دول ضعيف جدا ومش كويس، عشان كده ما عدتش بصور. فباذن الله هبتدي اظبط كل حاجه تدريجي كده، واحده واحده، وهبتدي تاني اعمل فيديوهات معاكم على القناه. النهارده هنعمل مع بعض سهره كويسه جميله جدا. ممكن تاخدي منها كذا فكره، تستخدميها، مش شرط تعملي كل اللي انا هعمله. واعرفك طريقه فطير حلو، حلو بمكسرات وسكر بودرة. تعالوا يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة هنبتدي بيها الفطير. دي عجينة كنت عاملاها من ساعة ما كنت بعمل الغدا. عبارة عن دقيق، نص كيلو دقيق و... ونص معلقة ملح، ومعلقة ونص او معلقتين، لان هو انا عاملة حساب اللي هو هيبقى فطير حلو، فكترت السكر شوية، حطيت معلقتين سكر صغيرين وسبتهم يرتاحوا. بعد ما عجنتهم سبتهم يرتاحوا حوالي ساعة او ساعتين، ما كنتش محتاجاهم يعني. وبالمرة احنا الجو بدأ يبرد، فقلت عادي ما ياخد راحتهم، واصلا ما بيبقاش في الفطير خميرة، فعشان كده ما ايه، لو عملتيه تعمليه وانت مطمنة، ما انتش قلقانة من حاجة. بعد كده بعد ما ارتاحهم حوالي ساعة ساعتين، حطت لهم مقدار ربع كوباية سمنة، اي نوع سمنة انت تحبيه. لو عايزة سمنة على زيت ما فيش اي مشاكل. واسيبهم يرتاحوا كمان ساعة او ساعتين بعد ما احط السمن، يعني هما بيرتاحوا على مرتين بس. وبعد ما ارتاحهم الفترة اللي انا قلتلك عليها دي كلها، ابتديت اللي انا افردهم على رخامة، على اي حاجة، ترابيزة، على اي حاجة. زي ما انت شايفة كده بالظبط. الفردة دي باينة اللي هي العجين مرتاح قوي وواخد حقه في كل حاجة. دي اول حاجة هنعملها، وحبيت اللي احنا نبتدي بيها عشان هتاخد وقت، وتقريبا انا كنت مجهزة كل حاجة. ما انتش عايزة تعمليها وشايفاها اللي هي متعبة عليكي، خدي اي صنف من اللي انا عملتهم دول واعملي سهرية حلوة لولادك. اعملي يوم الجمعة ده مميز، يعني بيبقى يوم اجازة، طحن طول الاسبوع في المدارس. بيبقوا مرهقين، عايزين تغيير. طبعا ما فيش حد بيخرج في الشتاء، جو بدأ يبرد، فاعملي لمة عيلة كويسة في بيتك، هتفرق معاكي جامد بإذن الله. بعد ما فردته ما شاء الله العجين واخد راحته قوي زيادة عن اللزوم. بعد ما فردته ابتديت اللي انا اطبقه بالشكل ده، بحيث ان كل يبقى رقات، يعني بعد ما الفطيرة تخلص يبقى عبارة عن رقات. تمام. دي مهلبية كنت مجهزاها، بس كنت مجهزاها على مرحلتين. المرحلة الأولانية مهلبية عادي، بس ديت ما كنتش حاطة فيها سكر كتير، كنت حاطة فيها معلقة سكر واحدة. ليه؟ عشان اصلا عامله سكر بودره هوريهولك دلوقتي مع مكسرات هيترش على الوش، فمش عشان يبقى من جوه مسكر ومن بره مسكر، فقللت السكر من جوه، وعشان الموضوع يبقى طبيعي، يعني يبقى طعمها طبيعي بس. وابتديت ان انا اطبقها بالشكل ده مع المهلبيه بتاعتها. بقيت المهلبيه رفعتها على النار تاني، وهوريك الحلو اللي انا عملته بيها عباره عن ايه، بس خليكي ماشيه معايا بالخطوات. دي اول حاجه عملتها، عملت الفطيرة، وهبتدي ان انا ادهن صينية عادية ألمونيوم واحط فيها الفطيرة وازقها في الفرن. بوريك ان هي طلعت فرقيع كده، معنى كده اللي هي ايه، ان العجن بتاعها العجينة واخدة راحتها. ده زبيب كنت نقعاه في مية عشان حجمه يتضاعف، ودي شوية مكسرات حط عليهم السكر بودرة اللي انا بقولك ايه هوريهم لك. هقلبهم في بعض، ما الفطيره تطلع من الفرن تسويها على درجه حراره 200 عادي. وما الفطيره تطلع من الفرن تبتدي اللي انتي تحط عليها المكسرات وهي سخنه، وتقدميها وهي سخنه بألف هنا وشفا. دي اول حاجه عملتها. تاني حاجة عملت شوية فشار طبيعيين خالص، بس زودت عليهم نكهة ايه، حطيت عليهم رشة ملح ورشة شطة. ايوه شطة. عايزة اقولك
ان لو حطيتي رشة ملح مع رشة شطة طعمها جميل جميل جدا، طعم الفشار جميل جدا. ولو فيه كركم وحطيتي منه برضو زي الفل، 100 فل و14. فرشة الشطة دي هتفرق جامد فيها. وعلى فكرة انا عاملاه بالسمنة، يعني عاملة الفشار ده بالسمنة مش بالزيت، برضو فرق في طعمه وطعمه كان رهيب. تمام. حاجات مكونات طبيعية خالص، وحاجات سهلة وبسيطة بس زي ما قلتلك هتفرق معاكي ومع ولادك جامد قوي، وهيبتدوا يوم جديد او اسبوع جديد هما متنشطين، يعني بمعنى ان اللمة دي هتعمل لهم اعادة تدوير في دماغهم كده وراحة نفسية، ان خلاص فصلنا، الاسبوع اللي فات خلاص فصل بيومه بايامه، ويوم الجمعة ده يوم واحد بس هيفرق معاهم جامد. اعمليها لو انتي بس ساعة ولا ساعتين كل يوم جمعة في السهرة. اساسا الشتاء بيحب اللمة وبيحب القعدة الحلوة الدافية اللي زي دي. ربنا يجعل ايامنا كلها دفا وخير يا رب، ويجعل بيوتنا عمرنا بالخير. ده بورولك اللحظة دي احلى لحظة بحبها في الفشار، لحظة الفرقعة دي. ابتدى ان هو يفرقع اهو. وانا كنت على فكره مستقليه شويه الفشار اللي كانوا في الحله اللي هو الذره، بس ما شاء الله ملوا الحله يعني. ربنا اللي بيعايرها سبحان الله بالظبط، جم على قد الحله بالظبط. تمام تمام. هبتدي بس اما الفشار يخلص نخش على اللي بعده ونشوف احنا هنعمل ايه. بس يبقى احنا كده عملنا الفطير وعملنا شوية فشار حلوين. تمام تمام. عندك تمر في التلاجة مع موزتين هاتيهم، ولو في كوباية لبن يبقى 10 على 10 وخلطوهم مع بعض، وما تكتريش سكرهم لان طبيعي هما سكرهم مظبوط، وخلطوهم مع بعض وتمام التمام. عندك حاجة سخنة اعمليها، ومش عايزة تعملها عصير والجو برد وما انتش عايزة تعملها عصير ما تعمليش، بس عندك حاجة سخنة كاكاو سحلب اي حاجة من مشروبات الشتاء اعمليها. انا عملت مانجا كانت عندي في القلب الفريزر، وكان عندي تمر وموز حطيته وخلطتهم مع بعض، واللي كان عايز يشرب من ده شرب، واللي كان عايز يشرب من ده شرب، ومية مية كده. تمام. اللي انا كنت بوريهولك من شويه هو ده، دي كاسات. فاكرين المهلبيه اللي من شويه قلتلك انا عملت مهلبيه على نوعين، يعني على طريقتين. المهلبيه اللي كانت باقيه من الفطيره زودت سكرها على البوتاجاز، وكان عندي باكو بسكوت ضربته في الكبة كويس وحطيت عليه معلقة سمنة زي الحلو البارد اللي انا كنت بعمله في مصر لو انتوا فاكرين، بس ده يعني مكوناته جديدة شوية. ضربته في الكبة وحطيت عليه معلقة سمنة وقلبته ورصيته في الكاسات من تحت، وحطيت عليه المهلبية اللي انا ظبطها على البوتاجاز بالسكر بتاعها، والباقي شويه مهلبيه هم مهلبيه بس قلبت عليهم معلقه كاكاو بس، لا اكتر ولا اقل. ده الفطير ورشيت عليه السكر البودره في الاخر والمكسرات وقطعته وحطيته في الاطباق، ودول شويه الفشار، وقطعت برتقانه مع رمانه، وبس كده. دي سهره النهارده. ربي يجعل ايامكم كلها سعاده وفرح، وما تشوفوش يوم وحش ابدا، لا فيكم ولا في اهلكم ولا في ولادكم. يا رب الدعوة دي تكون ليا وليكم. مستنية لايكاتكم، مستنية اشتراكاتكم، ومستنياكم بتعليقات حلوة زيكم. سلام عليكم.